المربوعات دي اللي هي الدوائر المتواصله ازاي تشتغل مع بعض. فكره ان احنا نعمل شغل مع بعض، ان الدوائر دي اكيد انا عندي ناس هنا في الزيتون، ومحمود ليه عنده ناس في الحدائق، ومحمود ليه عنده ناس في المطريه، وبتاع المطريه خدم على محمود. الدوائر دي كلها لازقه في بعضيها، فرق شارع بينهم وبين بعض. لسه ما بين يعني هو فرق شارع حتى ما تعرفش تملي الناس بتتلخبط، تملي تلاقي ناس يعني ميدان المطريه هتلاقي الناس اللي على يمين ميدان المطريه دول زيتون، وهنا على الشمال هتلاقيهم مطريه، حاجه غريبه جدا. يعني نفس القصه عندنا هنا، هو المصري ما بينه وما بينه تلاقي ايه البيوت اللي قصاده دي حدايق، البيوت الناحيه الثانيه دي حماميه. فطبعا فاحنا اتفقنا ان احنا نعمل في الاربع دوائر دول كجيتو مع بعض، ان احنا نخدم على بعض في الدوائر دي كلها مع بعض، نعمل جزء من الشغل. حتى لون اليوفط الانتخابات تبقى واحده، لون اليوفط الشغل واحد، المساحات يعني هنقعد مع بعض الدوائر دي، ممكن نعمل حاجه موحده كمان، نلف الدايره في يوم واحد. بالظبط كده، هو ده الكلام. مع المرشحين هنيجي ونجيب شويه شخصيات من عندنا بالظبط كده ونلف. فقلنا اتفقنا ان احنا مثلا مؤتمرات تبقى موحده، يعني ممكن انا اعمل مؤتمر عندي وهم كلهم يجوا، انا هم يعملوا مؤتمر هنا كلهم يجوا، احنا نيجي هنا، كذلك مسيرات مع بعض والكلام ده. لا والخدمات عامه، الخدمات عامه، يعني لما احنا نيجي نعمل قافله طبيه هنحطها في مكان بين الاثنين عشان يستفيد منها الاثنين مع بعض، يعني اي حاجه هتتم تبقى بالتناظر. عشان هو بس في فكره ابطال بعد اذنك الدكتور محمد، احنا عاوزين نفعل دور الحزب ده في الدوله. يعني احنا عاوزين نفعل دور الحزب في الوطن، وفي استمارات بقى استمارات. النهارده احنا مطلوب ساعات استمارات بحيث ان يبقى في عضويات لا باس بها قبل الانتخابات كمان. عامل دلوقتي يعني اصبح يا باشا ونختار امين عام في الدايره، امين عام النهارده حضرتك حد شخصيه معانا من المحترم. يعني النهارده حضرتك لازم الكلام ده يتفعل قبل الانتخابات. بص يا باشا، الاستاذ سامي سعد ده هو انتخابات الاماريه والزيتون، الراجل ده من الناس المحترمه، يعني جميع المرشحين بيتمنوا ان هو الراجل ده يمشي معاه، يعني حتى ايام زمان ما كانش يعرف ينجح. لا بس خالد اصل احنا قرايب. يعني لا هو عارف يعني الشخصيات، الحاج عبد العزيز الله يرحمه طبعا. الشخصيات ايه اللي مع كل الناس، وكل واحد مننا ان حضرتك احنا عايزين كميه استمارات لا باس بها، مش اي يكون عندك كونتين. هتلاقي حضرتك هنسق طبعا مع القبطان، لان القبطان طبعا الرئيس بتاعنا يعني واخد بال حضرتك، وانا هنسق معاه النائب بحيث ان هو حضرتك يا دكتور قبل الانتخابات هيبقى عندنا بسم الله ما شاء الله كميه عضويات باسم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، هيبقى كميه استمارات وعضويه تقدر لما يجي الدكتور محمد كل الناس دي هتبقى في استقباله، كل الناس دي هتمشي وراه واخد ظهرك باسم الحزب. يعني ده وجهه نظر. لا كلامك مظبوط. هو ما كانش الحزب يشتغل على الارض بالظبط، لازم يبقى على الواقع موجود، له دور ولازم يتفعل. مظبوط جدا. احنا في قول ان احنا نعمل دوت، وانا كنت متفق مع القبطان، قلت له ان احنا نبتدي نعمل شويه استمارات في الدوائر بالذات، تمام؟ بس لازم يبقى يعني كنا مرتبطين ان نفتح مقر. خلاص يا باشا، المقر ده موجود بحيث الناس تجتمع، يبقى ده اجتماعات. باشا انت ممكن كل اسبوع تلاقي اجتماع، كل اسبوع وانا هتلاقينا بشكل دائم معاكم هنا في المقر، وانتم معانا. بص يا باشا تحت امركم، احنا ايه نقدر حتى نشتغل مع بعض. يعني انت عندك